اهم لاعب في الزمالك لاعب عادي جدا في النادي الاهلي. الكلام هنا عن اشرف بن شرقي بالتاكيد يعني. من لاعب كانت قوه الزمالك هو لوحده بيمثل منها 90%، ده على اقل تقدير، غير ارقامه الرهيبه في فترته مع الزمالك، غير ان الزمالك هو اكتر فريق جاب معاه جوان، حتى اكتر من الوداد اللي هو اتربى فيه ولعب هناك اكتر عدد من السنين في حياته. لعيب كبير قوي كان مع الزمالك، نشاط، حيويه، تهديف برجليه اليمين برجليه الشمال، ضربات جزاء، فاولات بدماغه، كل حاجه. تلاقي منه فعاليه في اي ماتش، تلاقيه موجود دايما في الماتشات التقيله، بيحسم بطولات للزمالك. لاعب في الاهلي تتفرج عليه تحس ان هو مش عايز يلعب اصلا، ارقامه ارقام لاعب ناشئ مثلا. غريب قوي في الملعب، ما تحس ان هو ما بيجريش، ما بيتعبش نفسه في الملعب، ما بيهنش نفسه من الاخر يعني علشان الاهلي. تحس ان هو مش عايز يلعب من الاخر، اي حاجه بيتعصب. انا ما شفت بن شرقي بالعصبيه دي الا في الاهلي. فديا يعني ديا اكتر حاجه غريبه انا شفتها في حياتي، من لاعب مستواه في البيك بتاع احسن لاعب في القاره للاعب تحسه ناشئ اصلا في النادي الاهلي.